يا حاج درويش، سألتش أخوك عيسى كان بيصرمح فين ليلة البارح؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، أنا لا اتسرمحت ولا اتهببت. وديني وما أعبد لكون في يوم من الأيام مكسر نافوخك. ليه؟ ليه؟ عمل ايه الواد المهياص ده؟ ربنا ستر يا حاجة، كان هيوجعنا مع دار البكروة. البكروة؟ يا مصيبتي، الناس النمرة اللي بيحبوني؟ ايوه ياما، بسلامته كان عامل نفسه عفريت. طلع للحاج ابو بكر وهو داخل الجامع يتوضا عشان يخضه. من حسن حظي كنت باخد دجن عند حماده الحلاج. طلعنا نجري على الزعيم، لقيته ماسك في خناقه ومش عايز يسيبه، مصمم يوديه للعمده. اترجيته يسيبه وكلته قلمين على جفاه. بره منك يا دي الولي، أني خلاص حطيت صوابعي العشرة منك في الشد. بعد ما تخلص اكل تاخد الجمل وتطلع على ميت الديبه، تساعد الحاج سالم غنيم في نجل شوار بنته لعريسها، تنجطه بشوار رز وتسلم عليه. ميت الديبة؟ ايه فركة كعب، فركة مخ، كلمة زيادة مش عايز. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. سوقك فين يا صادق؟ نشرت ان شاء الله، وبعده جلين، وبعده شرين، وبعده ثروي، وان شاء الله نعيشنا وكان لنا عمر هكون هنا يوم الثلاث عشان احضر سوق البلد. ربنا معاك. يرجعك سالم غانم. شحال غنمك يا عباقي؟ عندي 4 نعجات مخستكين، يا ريت اخويا صادق ياخدهم معاه يشوف لهم صرفه. ومال طلعهم لي، ولو انهم يعني هيتعبوا من طول المشوار، ما تخليهم لسوق البلد. مفيش غنم هتتباع، أنا هداويهم بنفسي. فرح أخوك عبد العزيز جرب ولازمنا دبايح كتير. يعني ما تذبحوليش غير الغنم التعبانه؟ نشتري عجل. عيش لواحد ما يكفيش. لما يجي الفرح يحلها الحلال يا عبد العزيز. يسويها ربنا. النهارده عايزين غدا الانفار بتوع العزيز. أخوك طاهر هيلحقك بيه عند أذان الظهر. هات لي يا ابني كوباية شاي خلينا نتكل على الله. ايوه انا جاهز اهو. شاو اهو. بصراحة ربنا يا حاجة انت غفلتي عن العيال. بقى اللي عايز يسهر بيسهر، واللي عايز يعمل فصولات بايخة في الناس بيعمل، واللي عايز يصحى وقت ما يصحى بيصحى. أني لما كنتش كبرت في السن واتهدى حيلي كان زماني دلوقتي معاهم شأن تاني. لكن أني سلمتك المأمورية وقلت أنت جدها وجدود، وأنا سلمتها لدرويش ومتأكدة إنه جدها. لكن وحياة أبوك اللي ما بحلف به باطل